السلام عليكم متابعينا الأعزاء. اليوم غنقدم لكم أخبار نادي الرجاء الرياضي، والخبر الأول غادي يكون على مدرب الرجاء الرياضي زيمباور. المدرب زيمباور مستمر مع فريق الرجاء الرياضي، واللي كيأكد هذا الخبر رئيس الرجاء محمد بودريقة، اللي حط واحد التدوينة اللي عبارة عن صورة فيها المدرب ومكتوب عليها الوحدة الرجاوية، وهذا كيبين لنا أن كاع داكشي اللي تقال كان غير إشاعة. أما الخبر الثاني غيكون على اللاعب الجزائري رياض بن عياد، اللي حتى هو محمد بودريقة صرح قبل قليل إلى أحد المحطات الإذاعية راديو أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع رئيس الترجي حمدي يقضي بشراء عقد الجزائري رياض بن عياد بشكل نهائي. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم جديد الكرة المغربية والعالمية، وشكرا.